ايه ده اكتر. بصي اللحظة الحاسمة، اللحظة الحاسمة. خشي الاسترتش ده، هاتي الاطباق. اهم حاجة تدوقوا ريحة قهوة. هي مش قهوة، هي ما فيهاش قهوة، هي كراميل كده كده. اها بالراحة يا جنى، بالراحة كده، بالراحة يا جنى. جنى ما تعدلي ايدك يا جنى، اقطعي عدل. تمام. اهم حاجة تدوقوا. كده النبي دوقي. حاضر، بس لما دوقي يا جنى. سيبي بقى كده. انتوا مش هتاكلوا؟ ثواني بس. بجد حلو قوي. حلو ولا ايه؟ حلو عشان والله طعمها تحفه تحفه تحفه. حلو. عجبتكم؟ لا عجبني قوي، بس هي مش طب بقى والكراميل؟ لا فظيع. الكراميل الريسبي بتاعتها تحفه. الكراميل ايه؟ حلوه. طب يلا بقى نشوف الطريقه بتاعتها ونشوف احنا عملناها ازاي. يلا بينا. ازيكم يا اخواتي يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. اهلا وسهلا بيكم معانا في فيديو جديد وروتين جديد. وفيديو النهارده حلو جدا جدا جدا، هيعجبكم جدا لان فيه عزومه حلوه. بس العزومه مش عندنا، احنا اللي طالعين للعزومه. بس قبل ما نطلع على العزومه قلنا نعمل حاجه حلوه كده للناس اللي احنا رايحين لهم، ناخدها لهم معانا. لان انا هشتري من بره جاتوه، هشتري مثلا تشكيله حلويات، مش فقلت لا. مصطفى ابني كان طلب مني ان انا اعمل له اشطوطه بالمانجا، وانا بعملها له افتكرت ان انا رايحه اتغدى معزومه عند واحده صاحبتي هتغدى عندها. فقلت بدل ما اعمل صينيه هعملها 2، واخد اسيب واحده في البيت لمصطفى ناكله منها، يعني في التلاجة تبقى حاجه ساقعه كده وحاجه حلوه كده في البيت وجميله بالمانجا وبالكريمه كده حلوه، وفي نفس الوقت اخد لها حاجه معايا برضو من عمايل ايديا تعجبها. قبل ما نبدأ الفيديو نقول على الطريقة. يلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أولا حطيت 3 بيضات، كوباية سكر، نص كوباية زيت، بكوين فانيليا وضربتهم كويس جدا مع بعض. نقول تاني، 3 بيضات، كوباية سكر، نص كوباية زيت، فانيليا، وضربتهم كويس جدا 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 مع بعض. وبعد كده عندي كوبايتين دي حطيت عليهم باكو بيكنج باودر. دي طريقه الصينيه الواحده يا جماعه، لان انا عملت كل صينيه في مقدار لوحده، ما عملتش الكميه كلها على بعضها وقسمتها على صينيتين، لا، عشان تطلع معايا مظبوطه واعرف مقادير كل صينيه، فعملت كل صينيه لوحدها وهتشوفوا في الاخر النتيجه. دي كده زي ما قلت لكم. بعد ما حطينا البيض والسكر والزيت وضربناهم مع بعض كويس قوي، حطيت معلقتين دقيق، سوري كوبايتين دقيق، ومعاهم باكو بيكنج باودر او معلقتين كبار بيكنج باودر. بضرب بقى الدقيق مع البيض والسكر والزيت كويس قوي. بلاقي الخليط او العجينه زي ما انتم شايفين متماسكه جدا، او يعني سميكه قوي في ايدي، يعني مش زي عجينه الكيك العاديه لما بنضربها بتبقى خفيفه معايا. فطبعا احنا ما حطيناش لسه اللبن بقى بجيب كوبايه لبن وحطيت عليهم معلقتين زبده بلدي من عندي حلوين، وسخنتهم في الميكروويف، وبعد كده هنزل عليهم على المقدار وهم سخنين. ما تخافوش، ما تقلقوش، انزلي بيهم كده وهم سخنين على الكميه اللي عندي او العجينه اللي عندي. ابتدي بقى بقلب بالراحه بشويش خالص 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 خالص. فالعجينه اللي كانت متماسكه وكانت ماسكه في نفسها ومش عارفه اقلبها بالمضرب، ابتدت تبقى سايله في ايدي وهشه جدا وجميله قوي 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 قوي. بزيد بقى في الضرب ده مهم جدا، هو اللي بينفش الكيك وبيكبرها وبيخليها عاليه. نفضل نضرب فيها لحد ما نطلع عينيها. عارفين يعني ايه نطلع عينيها؟ ايوه كده. اهم حاجه يعني غير يعني مش النتيجة، الشغل في الآخر. ادي شغل كويس هيطلع لك نتيجة كويس. خلصنا الكمية الأولانية وحطيتها اهي في الصينية البايركس وهدخلها الفرن، وبعد دلوقتي هنشوف هتطلع عاملة ازاي. على فكرة هي ما غابتش في الفرن خالص، ودلوقتي هتطلع حلوة يعني عالية وواخدة وش حلو قوي اهو زي ما انتم شايفين. هنا اللون غمق معايا سنه. احنا كده مش محتاجين الطبقه اللي على الوش دي في حاجه. ليه بقى؟ الكيكايه دي مش كيكايه عاديه اللي هي بتتقطع وناكل منها، لا، دي كيكه القشطوطه هنا لازم نسقيها لبن كتير. فعشان اللبن يتغلغل جوه المسام بتاعت الكيك، لازم نشيل الطبقه اللي هي الخارجيه دي اللي على الوش دي، عشان اللبن يخش في كل اجزاء الكيك.
انا هنا عشان اعزز طعم اللبن اكتر واكتر، فجبت معلقه او معلقتين لبن بودر كمان مع اللبن السايب اللي عندي، وقلبتهم في قلب بعض من غير سكر. يعني العجينه فيها سكر ده، ولسه الكريمه اللي هنحطها فيها سكر. فعماله اسقسق بقى واسقيها بالايه، باللبن كويس قوي. هي المفروض 4 كوبايات لبن، انا حطيت يمكن كوبايتين وطلعت كانت محتاجه فعلا تاني، يعني لازم تكون 4 كوبايات لبن على الاقل يعني. خلصنا كده الكيك وعملنا سقيناها لبن، لبن بودر على لبن سايب. كنت محضره الكريم، الكريم شانتيه ده من بالليل عشان يسقع ويبقى متماسك كده برضو. انا جايبه اولا كريم شانتيه سايب، انا مش جايبه اللي هي الباكو، انا جايبه السايب من عند مستلزمات الحلواني او مستلزمات الحلويات يعني. فجبت ربع كيلو، كان عامل تقريبا 110. هي قالت لي كيلو ب240، خدت نص كيلو او ربع كيلو تقريبا، لا خدت ربع كيلو بحاجة و60 او 60 كده يعني. وطبعا جهزته من بالليل وضربته باللبن كويس قوي وشلته في التلاجة، فطلع الكريم شانتيه كان متماسك معايا جدا جدا. والربع كيلو عملوا معايا كمية كريم شانتيه كتيرة، يعني عملت منهم الصينيتين اللي انا عاملاهم، واحدة لينا وواحدة لصاحبتي، وفض كريمة تاني في التلاجة. فكل اللي كان بيقطع حتة كيك ياكلها كان بيزود عليها كريم شانتيه تاني. دي الصينية التانية او كيكات تانية برضو حطيت كمية كريم شانتيه عليها جامدة جدا. اهم حاجة في الكيكاية دي نزود الكريم شانتيه قوي. خلاص عملنا الكيك وعملنا الصينيتين وحطينا عليهم الكريم شانتيه، فاضل الكراميل. انا جبت ازازة كراميل، صوص كراميل جاهزة، بس بعد ما جبتها ما اقتنعتش. هي عايزة بس تترسم بيها رسومات، لكن انا كنت عايزة كمية كراميل كتيرة جدا تتحط على الكيكاية كلها. فكان الصوص اللي انا جايباه في الازازة ده ما كانش هيديني النتيجة اللي انا عايزاها، ان هو يغطي لي الكيكاية كلها بالكراميل. فقلت هعمل كراميل في البيت، والكراميل في البيت سهل قوي وطعمه بيبقى ألذ واحلى. عارفين ليه؟ هقول لكم ليه. عشان انا زي ما انتم شايفين اهو بحط زبده برضو في الكراميل بلدي، كراميل يعني بالزبده. بعد ما السكر مع كوبايه سكر تتكرمل كده على النار وتاخد اللون زي ما انتم شفتوا كده وابتدي يسيح، اروح نازله بمعلقتين زبده حلوين. وبعد كده جبت شويه ميه قليلين ودوبت فيهم معلقه نشا، ونروح نازلين بيهم على الكراميل كده. وبعد كده كوبايه اللبن بقى واحده واحده كده تنزليها على الكراميل وتدوبيها وايه لحد ما يتماسك مع بعض، ولا هو تخين ولا هو خفيف. جميل وطعمه جميل جدا، وبيديكي برضو الكميه اللي انت محتاجاها تسقي بيها او تغطي بيها اي حاجه. فده يتعمل كده. لكن لو هنجيب الازايز الكراميل الجاهزه، اللي هو الصوص الكراميل يعني في ازايز، مش هيديكي الكميه اللي انت عايزاها ان انت تغطي بيها كيكايه كامله. لا ده ممكن يرسم لك رسمه، يديكي نقشه كده معينه، حرف معين، لكن كميه كبيره عايزاها تغطي بيها كيكايه، يبقى لازم يتعمل في البيت بهذه الطريقه. وانا عماله ادوق بقى، وانا بحب الكراميل قوي على فكره يا جماعه. انا من الناس او عشاق الكراميل، بموت فيه، بحبه جدا. بس كده عماله ادوق اهو واشوفه كل شويه متماسك حلو كده مع نفسه ولا لا. اهو كده خلصته اهو. وايدي بقى، ايدك ايه مستمريه في التقليب على طول، لانه من النوع اللي ممكن لو سبتيه يبرد قوي ممكن ينشف. بس الحمد لله ما بينشفش على الكيك، او يعني ما بيسكرش. عارفين يعني ايه ما بيسكرش؟ يعني ممكن يتقلب لسكر تاني، لا الزبده بتخليه مسايح نايح. سايح نايح. ايه سايح نايح دي؟ معرفش. ان هو ما يبقاش مسكر يتحول لسكر تاني. لكن تهيالي هي الزبده اللي مدياله الطراوه ومدياله ان هو ما ينشفش يعني. بس زي ما انتم شايفين نزلت بالكيكايه كلها بالكميه بقى، زي ما انتم شايفين كده على الكيكايه كده. انا عامله الكيكايه دي كريمه وكراميل. في ناس بقى عايزه تضيف اي حاجه ضيفي بقى. بصوا هنا بقى كنت عايزه اجيب اللي هي الخله بتاعت الشيش طاووق، اللي هي الخشبه التخينه شويه عشان تديني الرسمه اللي انا عايزاها، ما كانتش عندي. فجبت الخله الصغيره رفيعه، ما ادتنيش الرسمه اللي انا محتاجاها قوي. فعماله رايحه جايه ان انا اجيب الرسمه الحلوه اللي انا بشوفها. بس هتعلمها ان شاء الله، هعملها المره الجايه.
بس عايزه ايه، عايزه الخشبه او الخله الطويله بتاعت الشيش طاووق. اما انا بعملها بخله صغيره فمش مدياني برضو الشكل اللي انا عايزاه، فكل شويه عماله اروح واجي اروح واجي كده عشان اعمل الرسمه، مش عارفه. بس المهم طلعت في الاخر حلوه برضو، وعجبتهم قوي زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، عجبتهم جدا جدا، وشكلها كان جميل بقى وكانت تحفه والله. جربوها يا جماعه في الحر ده والسقعه دي. ولادنا عايزين يفتحوا التلاجة كده يلاقوا ايه، يلاقوا حاجه حلوه كده ياكلوها تكون ساقعه وتكون حلوه كده يعني. والله كانت عامله زي طعم الجاتوه. عملت بتاعت مصطفى نصها كراميل ونصها ايه، ونصها طبعا بالمانجا. كانت احلى حاجه، جميله جدا. السلام عليكم. عامله ايه؟ ازيك ماما؟ فين؟ جوه في المطبخ. كنزي شفتها معايا في فيديو قبل كده. كنزي لا ما هخليها تلبس. اهلا حطي حاجه المطبخ، حطي حاجه لسه في المطبخ يا منال. نعمه الساعه 6 خلاص. لا المطبخ بقى فني. طب استنى، طب البسي الاول حاجه عشان انا بصور. لا صوري، انا مش هلبس. حطي حاجه على راسك او حطي ازاي، ما عندكيش ازاي؟ عندي. اعمل ايه يعني؟ البسي ازاي؟ هي مش هتجيب لسه اللي تحت. واطلع بالخمار في البسي حاجه على راسك طيب وانا اجيبك من فوق. خلصي يا ما وليه. تصوري. طب انا عايزه انت تسلمي. انا لازم. ايوه هي سلمت خلاص. مش شغلانتي، لا ما عنديش صعبان انا. عاملين ايه؟ الله حلو القرآن ده. يا عيني على الصور، الناس اللي لابسه. ايه ده؟ انت دي يا كنزي؟ يا لهوي جميله، كنتي كلبوزه خالص. فين التخن ده يا اختي؟ جميله انت الاثنين. حبيبتي منال شفتها معايا في فيديو قبل كده لما كانت عندي. المره دي احنا اللي عندها بقى، دي المفاجاه بقى. لا يبقى اكلي سامي. بيسلموا على بعض. هجيبك من فوق ما تقلقيش. عامله ايه؟ اخبارك ايه يا مصطفى؟ داري بس قفاكي، داري من ورا. انت طلعني من تحت. طب سلمت. طيب خلاص. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال البلوزه دي؟ حلوه قوي. تسلم ايدين اللي جابها. الله يسلمك. تسلم ايدين اللي جابها. حبيبتي عامله ايه؟ تمام. احنا جينا السفره بقى لما ناكل تصوري. ماشي. تصوري البضاعه. اعملي لنا دعايه. يلا عايزه ميه ساقعه بس. يلا هاتي طنطا ميه. ما اكيد ما عارفه. اول مره اجي عند منال، هي جت عندي وكنا في عزومه عندي في البيت، بس اول مره انا بقى اجي عندها. الحاجات بقى التحف والشمعدانات بقى والحاجات الجميله دي. بصي كنزي جميله. طيب زي ما هي وديها في ثلاجه يا كنزي. جميله ما شاء الله. مصطفى تعالى عشان يا لهوي تعالى. اسمه ايه بياخد الجزم ليه؟ بيلعب جيم. خدي اسمه ايه؟ هاتيه والنبي يا كنزي. مع الشوزات يا كنزي. ايه حكايته مع الشوزات ده؟ بيحب يلعب بيها هي والشرابات. ماله عنده هستيريا ليه طيب؟ ما بيعملش حاجه. لا مش بحب الكلام. بصي قلت له منه كده يجي. جوجو كنزي شيلي. بصي ايه الاحمر اللي فيه ده؟ الكبه. بصي الكلب. مصطفى خايف. ما بحبش الكلام. كان بصي نام قاعد بقى كده استريح. سايبه لها خبر من اول امبارح وده خلي جنى تنام دلوقتي. عايزه اصور. والله خدت منهم. هنا بقى قلت اخدكم جولة كده في شقة منال صاحبتي مامة كنزي. عجبتني شقتها جدا وجميلة وذوقها حلو قوي فيها. عجبني قوي الركنة دي الركنة. احنا دخلنا لقينا بره الريسبشن اللي هو فيه زي انتريه كده وسفرة. دي صورة بنتها الكبيرة علا، عايشة في اسبانيا، متجوزة هناك اوكراني، يعني جوزها ده اجنبي من اوكرانيا وهي هم عايشين في اسبانيا. دخلتنا على الركنه دي. الركنه عجبتني قوي، نظام التايجر الابيض في اسود والخدوديات الحمراء والخلفيه الحمراء. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عجبني ذوقها جدا. وبصي هنا جميله علا هي وجوزها كاتبين الكتاب اهوت. مسلم يا جماعه، اسلم يعني مش متجوزاه يعني اجنبي يبقى مش مسلم، لا مسلم.
هنا بقى التحف والانتيكات والديكورات اللي عاملاها عجباني قوي. نظام الستاير برضو عجبني قوي. ربنا يبارك لها ببيتها ويحفظها ويخليها كده. صاحبة طيبة جدا وحلوة جدا، وكنزي بنتها جميلة، وقضينا يوم حلو قوي قوي مع بعض واستمتعت، وحسيت ان البيت كده مريح وكأني في بيتي، يعني مش حاسة ان انا عند حد غريب. بالعكس برغم ان هي لسه صاحبتي من قريب، بس قلبها طيب وعفوائية قوي، وستاير جميلة ما شاء الله، وكنزي طيبة جدا وعالم ناس دي كويسة. عبايات بيت يا جماعه. معايا منال صاحبتي للي عايز يشتري عبايات وحاجات للبيت اهيت عشان الحر وبيجامات. اللي عايز يبقى يقول لي وانا اسيب لكم رقم التليفون بتاعها. دي حاجات منال بتبيعها، بس بتبيع ايه اونلاين او عن طريق التليفون او اونلاين يعني. فدي الشغل بتاعها اهو. حاجات اللي هي اللانجري والبيجامات بتاعت البيت. منال قسط ولا كاش؟ منال بس معايا بيجامات الصيف وحاجات الصيف اهي، الالوانات الحلوه دي. بقول لي بيبيع كاش ولا قسط؟ ايه مفيش اسم. كاش. حد بيسأل؟ اه لا كله كده. الاسعار ايه يا بنتي؟ ده 410. الاسعار يا ريت الاسعار موجوده. البيجامه دي 660. ده كام؟ 315. ده 445 دي. انا قلت لكم الاسعار اهو. 375 دي. حلو قوي، لذيذه في البيت، دي جميله. الحاجات دي اللي هي الكسكس دي جميله برضه. الله ده حلو قوي. فوشيا ده بحب الالوان دي قوي، بحب الفوشيا في الاسود قوي. احنا يعني انا جايه بالصدفه والله، لقيت الحاجات دي على السفره، قالت لي اعرضيها، لكن انا مش جايه مخصوص عشان اوريكم الحاجات دي. بصوا القميص ده، الفسكس ده في البيت ده، الله حاجات طريه للبيت كده جميله. شكلي هنفعها النهارده، هاخد ده عشان بحب انا الحاجات الطريه دي. بصوا بقى من تحت حلو، هاخده ده. منال يا ام كنزي، هي مستمعاني ولا ايه؟ بسأل على ده واخده. الله وعندها حاجات رجالي، ترنج رجالي اهو. عامل كام ده؟ 520. حلو قوي، قطعتين حلو قوي لونها. وده حلو قوي 335 ده برضه. والله حاجات جميله. بس ايه رايكم في ده؟ طويل، مع اني انا ما بحبش الطويل قوي، بس اهو حلو طويل كده واسود في وشه. انا بحب قوي الالوانات دي كده، والتشجيره بتاعته جميله، وقماشته فسكس كده طريه. يلا بينا. احلى غدا بقى من منوله العسوله. منال بصي عامله لنا ايه بقى؟ محشي ورق عنب، محشي كرنب، عشان جانا هي اللي طلبت المحشي ده، والفراخ اهي محمره في الفرن. شوربة كريمر بالمشروم. شربت كريمه ولا كريمر؟ كريمر. انا سمعتها كريمر. ايوه هي كريمر. ادي شوربه بالفراخ. جانا بتقوم بهذه المهمه، ان هي تغرف لنا كلنا شوربه. وكنزي حمرت البطاطس، صح يا كنزي؟ انت عملتي ايه النهارده يا كنزي؟ بطاطس بس، ها؟ وماما هي اللي عملت الاكل ده كله؟ مش تسلم ايدك يا منال. ميرسي جدا، ربنا يخليكي. تسلم ايدك يا منوله يا اموره. يا حبيبه قلبي. يلا بقى ناكل، وبعد كده بقى خلصنا معاكم الفيديو كده. بعد ما ناكل بقى هناكل احنا بقى، عشان جانا ما فطرتش وعايزه تاكل.
بس هناكل ايه؟ تحفه حلوه قوي قوي حط لها محشي بقى خلاص كده خلصنا معاكم فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير باي باي. وسبسكرايب للقناه. باي باي. لايك، لايك شير. سبسكرايب. باي باي.